اهلا بيكم جروب مطاعم اسكندريه، تجربه حقيقيه. والاسبوع ده انا جايه اخطف قلوبكم لكل عشاق السي فود. عندنا طلعت سي فود جامده جدا، بس اعملوا حسابكم. السي فود المره دي مش تقليدي، مش هتلاقيه في اي مكان غير في المكان ده بس. ملك الاختراعات والانبهارات، المكان اللي خطف قلبنا وجبنا منه خصم جامد جدا لأعضاء جروب مطاعم اسكندرية تجربة حقيقية، وكمان هدية وست فائزين محظوظين جدا 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 هيكسبوا حاجات خطيرة. تجربتنا الأسبوع ده من كوكس موجود في شارع النقل والهندسة، في سموحة طبعا. بالظبط البوابة رقم 5 لنادي سموحة. يعني البوابة رقم 5 هتلاقيه كوكس جنبها على طول. المكان حلو جدا، ستايل هادي، موسيقى هادية، طراز البحارة القديم، البراميل الخشب، يعني طراز لذيذ كده. يعني وانا بحب المطاعم اللي عندها طراز مختلف عن الحاجة التقليدية. انا برضو حبيت اصوركم من كل زوايا، بس للاسف كان في ناس يعني بتاكل. انا طبعا بحترم خصوصية الناس ومش بصورهم، عشان بس ايه، تبقوا عارفين انه يعني بتستنى لحد ما كان يفضل عشان اعرف اصور. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي احنا طلبناها من المنيو. اول حاجه بيدوك المرياله والجوانتي علشان اللغواصه اللي هتحصل. انا هو لابسه المرياله. اول بقى ما تدخل بتلاقي مشروب الويلكم درينك بتاعهم، هو عباره عن شوربه جمبري بس تقيله جدا وفيها بهارات لذيذه كده جدا. ده طبعا مشروب مجاني، ده مشروب ترحيبي من المكان. عجبتني دي لفتة ظريفة، ان هو بس بيحمسك كده عشان التجربة تبقى جميلة. ده بقى طبق المقبلات، عبارة عن onion rings وحلقات الصبيط وموزاريلا ستيكس، وكمان في اصابع الكابوريا. بينزل معاها 3 صوصات زي ما انتوا شايفين كده. دي اصابع الكابوريا، ده صوص السويت شيري، وده صوص كوكس باسمهم، وده صوص الرانش. تاني حاجة احنا جربناها هي سلطة الافوكادو بالجمبري، تحفة جدا. الجمبري كان حجمه كبير مش صغير، والافوكادو كان خطير. انا اول مرة اجربه في السلطة فعجبني جدا الطعم. تتبيلة السلطة كانت حلوة جدا ومظبوطة، عجبني. بس حجم السلطة كان كبير جدا ما شاء الله. دلوقتي شوربة السي فود كان محطولك فيها نص كابوريا كده وجمبري وبلح بحر. كانت تقيلة وحلوة جدا، وملحها برضو مظبوط، ودي من الناس القليلة اللي بتظبط الملح. فكانت شوربة جميلة. الحاجة التانية اللي احنا جربناها بقى هي البسارية دي لزوم النقنقة، لسه مدخلناش في العميق برضو. بيجي معاها كده صوص برضو عشان تعرف ايه، تحطوها فيه. دي بقى ايه، طاسة جمبري بالجبنة السايحة. صوص الجبنة السايحة كان خطير جدا، اول مرة اجربه بالطعم دوت، كان جميل جدا. دي فتة الجمبري، ومعاها بينزل صوص كده، بس انا كنت عايزة كمية الجمبري تكون اكتر من كده فيها يعني. بس كانت لذيذة، والعيش محمص حلو، والجمبري كان كويس، حجمه كبير، بس انا كنت عايزة كميته تكتر عن كده. تعالوا بقى نتكلم على الطبق بقى الرئيسي. من الاطباق الرئيسيه اللي نزلت برضو الجمبري وقطعه السلمون والرز البسمتي والخضار المحطوط عليه صوص كده. وطبعا دايما بينزلوا صوص، ودي حاجه عجباني جدا جدا في المكان ان هم بيهتموا بالصوص. تعالوا بقى نكلمكم على الحاجه الجديده الغريبه اللي انا جربتها، هو رز بالاناناس. طبعا شكل الاكل اسيوي كده، ده طبق اسيوي. انا مكنتش متوقعه ان الاناناس هيعجبني في الطعم، بس عجبني جدا. ولفتة ان هو بيقدمهولك في اناناسة كده، بيديك تجربة جديدة انت مش متعود عليها، وطعم جديد برضو انت برضو مش متعود عليه. على فكرة الاناناسة دي لفرد واحد، مش بيعاد استخدامها ولا حاجة، عشان انا سألت في الموضوع ده كان شاغلني يعني. تعالوا بقى ايه اوريكم الطبق التاني اللي خطف قلبي. الطبق ده انا عايزة اروح اخده ومش عايزة حاجة تانية خالص من كتر حلاوته. تحفة جدا، مليان بقى كل الناس اللي بتحب الفرايد زي هتعجبها جدا. اي حاجه بقى بتفكر فيها هتلاقيها. هتلاقي كابوريا مقليه، اصابع كابوريا، موزاريلا ستيكس، اونيون رينجز، جمبري، بطاطس، حاجه اسمها فناكيش كده، هم اختراعهم خضار وبطاطس بتتعمل بطريقه كده معينه. يعني حاجه جامده جدا جدا. الحاجه الواحده بس اللي انا عايزه تعليق فيها ان هو كميه العيش اللي عايزه تنزل معايا تكتر عن كده، لكن غير كده تحفة. وبينزل معاه كام صوص كده رهيب، زي صوص الجبنة سويت شيري، الرانش، كوكس، وبينزل معاه طبق مخلل. شوفوا طبق المخلل الصغير هناك ده، حاجة كده جامدة جدا. ازاي بيعملوا مخلل مسكر ومخلل في نفس الوقت؟ دي حاجة غريبة. وعرف ناس بتروح له مخصوص، يعني طبق المخلل ده هو أساسي بالنسبة لهم. بينزل معاها برضو 2 كنز، لأنها الفردين مش لفرد واحد، يعني بتكفي فردين مستريح جدا طبعا يعني، وأكتر أكيد.
طبعا ده جمبري اهو، والبسارية نسيت البسارية، والموزاريلا ستيكس، والفناكيش اللي هي الكيرلي دي، وكابوريا بحالها مقلية، وطبعا ان انا نسيته الصبيت الجامد جدا جدا جدا. يعني دي صينية خطيرة ما تتفوتش، وكمان بالخصم هيبقى سعرها كويس يعني جدا ان شاء الله. تعالوا بقى اوريكم الحاجة المميزة للمكان، هي الاكياس الحرارية اللي بتختار فيها كل بقى اللي انت عايزه من السي فود. بينزل معاها صوص من اختيارك، الكاجون او الوايت صوص او الريد صوص. طبعا سيبكم من الوايت والريد صوص لان هما تقليديين. خد الكاجون ده حاجة مختلفة جدا. انت دلوقتي احنا فتحنا الكيس، اوريكم المكونات اللي هي جمبري، كابوريا، نتي من اختيارك، بلح البحر، ذرة، وبطاطس، وصبيت، واخطبوط، وبينزل معاها رز ابيض او رز انت برضو بتختاره على حسب ما انت تحب، بس الرز الابيض مناسب معاها جدا يعني. كده بقى ايه يعني بيجهز الصينية عشان ايه يقبلك بقى ايه كل السي فود دوت، عشان ايه اللغوصة هتحصل دلوقتي. تجربة جامدة جدا. انا اول مرة اجرب طريقة الاكل دي والطعم الكاجوال الجديد دوت، وانبسطت جدا. يعني كانت اكلة موفقة جدا واختيار مناسب جدا جدا. المطعم ده تحفة يعني انا انبهرت من كل الايتمز اللي هو قدموها. هي المشكلة الوحيدة ان اسعار عالية، بس متناسبة ان هو بلدي وجايبينه طازة فريش مش مجمد. وده واضح جدا في الطعم طبعا. اللي ده اكيد هيميز ان ده اكيد بلدي ووارد النهاردة طبعا. تعالوا اكلمكم على المزايا اللي احنا جبناها لاعضاء جروب مطاعم اسكندريه تجربه حقيقيه. لما تقولوا ان انتم من اعضاء الجروب هتاخدوا خصم 10% على كل المنيو وكل الاصناف، زائد كوبون بقيمة خصم 10% تستخدمه طوال شهر نوفمبر. العروض دي هتستمر لحد الجمعة 4/11 ان شاء الله. اول ما تقول ان انتم من جروب مطاعم اسكندرية تجربة حقيقية، اول 3 هيشاركونا تجربتهم بريسيت والصور هياخدوا كوبون بقيمة 100 جنيه مجانا يختاروا اللي هما يحبوه من المنيو. في كمان 3 هيكسبوا في المسابقة، 2 بسحب عشوائي، والواحد الاعلى منشن هيكسب الصينية دي مجانا. فاهمين؟ مجانا. اللي هيعمل الاعلى منشن في المسابقة اللي احنا عاملينها على الجروب هتستفادوا جدا من الخصم. المكان رائع 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 بجد. انا اول مرة يعني انبهر بمكان جامد كده، بس بجد هو فعلا من الاماكن اللي انا انبهرت بيها. الاكل طازة وجميل وبلدي، مكان يستحق التجربة، وانا واثقة ان انتوا لما تجربوه هتنبسطوا جدا جدا جدا. متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك عشان نجيب لكم اقوى الخصومات من اقوى المطاعم، ونجيب لكم هدايا، ونجيب لكم حاجات حلوة كتير. تابعونا ان شاء الله، هنكون دايما عند حسن ظنكم، ونرشح لكم الاقوى والافضل، ونجيب لكم خصم جامد جدا جدا جدا. انا طبعا عارفة ان انتوا في ناس بتحب تعرف المنيو. حاولي يعني ان انا احط المنيو برضه. انا عارفه ان هو بفيديو كده هيطول، بس في ناس بتحب وعلى طول بتطلب مننا انها عايزه تعرف الاسعار وتاخد فكره عنها. انا بقى هوريكم المنيو علشان تبقى ايه عارفين ان رينج الاسعار ايه. ده المنيو بقى هتلاقوا فيه تنوع كبير جدا. ده فيه الكاجون اللي احنا شفناه في الفيديو. بتختار بقى انت اللي عايزه، جمبري ولا كابوريا ولا بلح بحر، بتختار الميكسات بتاعتك، وبتختار الصوص، وبتختار في استاكوزا حابب تضيفها براحتك. يعني عندهم استاكوزا بالمناسبة يعني عشان الناس اللي بتحبها وبتسأل عليها. ده بقى ايه رينج الاسعار. تعالوا بقى نشوف في برضو قسم المقبلات اللي احنا برضو شفناها في الفيديو. برضو بتختار ايه انت عايز المكونات ايه. ده قسم السلطة، عندهم سلطة كتير ما شاء الله. عندهم كمان الاطباق الاساسية بقى اللي بينزلوا في اللي اكتر طلبا يعني. ودي بقى الصينية الجامدة جدا اللي انا وريتها لكم، تحفة جدا. هي بتكفي طبعا مش 2، اكيد اكتر بكتير يعني. ده بقى ايه الباستا. ودي بقى الفتة وطاسات الجبنة السايحة، بالاضافة بقى للكراب ساندويتش. والسندوتشات عندهم عرض على السندوتشات حصري برضه حاطينه على الجروب فقط. 4 سندوتشات مع بطاطس وبسارية، ومقبلات ب200 جنيه. ده قسم الحلويات. وده بقى ايه الرقم التليفون للناس اللي بتحب ايه عايزة تعرف رقم التليفون عشان الدليفري. العرض بتاعنا شامل الدليفري برضه.